بيبدأ فيلمنا في أسبانيا مع محامي اسمه مانيال وزوجته خوليا، وبنشوفهم قاعدين في بيت أخت مانيال اللي اسمها بيلين. مانيال كان بيلاعب ابن أخته وبيفرجوا على فيديوهاته لقطته، ومن نظرات خوليا بيبان إنها متضايقة جدا لأنها كانت نفسها تخلف من زمان، بس جوزها معترض على الفكرة. بعد شوية مانيال بيستأذن علشان يمشي، وبيروح يودع أخته وبيقول لها تسلم على جوزها، لكن هي بتقوله إنه مش موجود معاهم لأن عنده مهمة عسكرية. نعرف إن جوزها بيشتغل في الجيش وبيكون مسافر أغلب الوقت. بعد كده مانيال بيركب العربية مع مراته وبيمشوا طول الطريق. خوليا مش بتتكلم وبتفضل متضايقة. مانيال بيسألها إيه اللي مزعلها. خوليا بتقوله إنها نفسها تخلف جدا ومش فاهمة ليه هو معترض على الفكرة رغم إنه بيحب الأطفال، وبتقوله كمان إنها مش ضامنة الزمن وتخاف إن الوقت يكون فات عليها علشان تبقى أم. مانيال بيقول لها إنه مش جاهز دلوقتي وبيطلب منها تبطل تتكلم في الموضوع ده لأنه مش هيغير رأيه. فجأة بتظهر عربية وبتخبط فيهم وللأسف خوليا بتموت. بعد سنة كاملة بنشوف مانيال عايش لوحده في حالة اكتئاب شديدة بعد موت مراته، وبيحس بالذنب لأنه اتخانق معاها قبل ما تموت ومحققلهاش آخر أمنية. في اليوم بيسمع مانيال في الأخبار إن في فيروس جديد بدأ ينتشر في العالم كله، والفيروس هيكون أخطر بكتير من كورونا، وهو بدأ ينتشر دلوقتي في معظم دول أوروبا. الفيروس بدأ يدخل على أسبانيا والحكومة طلبت الشعب ياخدوا حذرهم لأن مفيش علاج للفيروس لحد دلوقتي. لكن مانيال ما بيشيلش هم الكلام ده وبيمشي في حياته، وبعدها بيروح يقابل المشتريين اللي المفروض يشتري منه القارب بتاعه، وبنعرف إنه عايز يبيع القارب بأي شكل لأنه لسه بيفكروا بمراته. أول ما يدخل القارب بيبدأ يسترجع كل ذكرياته القديمة معاها، وافتكر لما اشتريت له أول بدلة غطس لبسها في حياته لأنها كانت عارفة إنه بيحب الغطس جدا. وبالليل بيرجع مانيال للبيت وبيتصل على أخته علشان يطمن عليها، وبيقول لها إنه مباعش القارب وبيطلب منها تلاقي له مشتريين جداد. أخته بتوعده إنها تظبط الموضوع وبتقول له كمان إن في أخبار بتقول إن الفيروس الجديد اتحور وبقى شرس جدا. وتقول له كمان إن قاعدة الجيش اللي جوزها بيشتغل فيها قرروا ينقلوهم لجزر الكناري علشان يكونوا بعيد عن مصدر الفيروس لأن ده المكان الوحيد اللي الفيروس منتشرش فيه. أخته بتطلب منه إنه يسافر معاهم لأنها مش هتكون مطمنة عليه وهو قاعد لوحده في أسبانيا. في البداية مانيال بيعترض لأنه مش عاوز يسيب بيته وشغله، لكن أخته بتفضل تضغط عليه لحد ما بيوافق. أخته بتقوله إنها بالفعل حجزت له كرسي في الطيارة اللي بعدهم لأن مفيش مكان فاضي في الطيارة بتاعتهم. تاني يوم الصبح بنشوف مانيال وهو بيجهز عشان يروح المطار، وأول ما بيخرج من البيت بيتفاجئ إن بره المدينة في حاجة غريبة. مانيال بيبدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، لكن ما بيهتمش بالموضوع كتير علشان ما يقلقش نفسه على الفاضي. بعد كده بيمشي على المطار، ولما بيوصل للمطار بيتفاجئ إن الفيروس دخل أسبانيا. الحكومة بتطلب من الناس إنهم يقعدوا في بيوتهم وما يخرجوش أبدا للشارع، وطبعا ده بيسبب حالة ذعر بين الناس، وبيبدأوا يتخانقوا مع موظفين المطار لدرجة إن في واحد منهم مسك سلاح وبدأ يهاجم الموظفين لأنهم مش عاوزين يدخلوه الطيارة. بعدها على طول بتتصل أخته بمانيال وبتطلب منه يرجع البيت فورا لأن الفيروس بدأ ينتشر في أسبانيا، بيطمنه إنها هتحاول تجيبه عندها في أقرب فرصة في بيروت. مانيال بيركب عربيته علشان يرجع البيت، لكن المشكلة إن الطريق كله واقف والعربيات مش قادرة تتحرك من مكانها بسبب إن الناس كلها راكبة عربيات عشان تهرب بره المدينة. مانيال بيقرر يسيب عربيته ويرجع البيت مشي. بالليل بيوصل مانيال للبيت بتاعه، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي الشرطي والإسعاف منتشرين في كل مكان ومحاصرين بيت واحد من جيرانه. بيكتشف إن جاره اتصاب بالفيروس والحكومة عايزة تاخده للحجر الصحي. الغريب إن جاره ده بيتصرف بطريقة عنيفة جدا زي الحيوانات وبيحاول يهاجم رجال الشرطة، لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه في النهاية. والمفاجأة هنا إن الفيروس الجديد ده بيحول الناس لزومبي. طبعا مانيال بينصدم من اللي بيشوفه وبيبدأ يعيش حجم الخطر. تاني يوم بنشوف مانيال وهو بيتفرج على الأخبار وبيلاقي إن مئات الناس اتصابوا بالفيروس وتحولوا لزومبي والحكومة مش قادرة تسيطر على الوضع. بيقرر مانيال إنه يعمل حجر صحي لنفسه في البيت وبينزل للسوبر ماركت علشان يشتري شوية حاجات تكفيه، ولكن لما بيوصل للسوبر ماركت بينصدم من المنظر اللي بيشوفه لأنه بيلاقي الناس كلها اتصابت بحالة هلع. كل واحد بيسرق المنتجات اللي في السوبر ماركت، ومانيال مش لاقي أي حاجة ياخدها فبيخرج من السوبر ماركت وبيلاقي ظابط بيجري عليه وهو مصاب، فبيستخبى في السوبر ماركت وبيقفل على نفسه. وفجأة بيسمع مانيال صوت شخص تاني بيصرخ، وبيتفاجئ أول ما الزومبي بيشوفه. الزومبي بيطلع يجري عليه علشان ياكله، لكن الظابط بيطلع سلاحه ويخلص على الزومبي. الظابط بيطلب من مانيال يهرب بسرعة. بالليل بيرجع مانيال للبيت وبيقفل الأبواب والشبابيك كويس. في الوقت ده بتوصل له رسالة على الموبايل إن الجيش هيخلى المدينة اللي هو فيها وإنهم هينقلوا كل السكان لمكان تاني. ومانيال مش بيبقى واثق إن المكان الجديد هيبقى آمن ولا لأ، فبيقرر يفضل مستخبي في بيته. وبعد ساعات الجيش بيوصل بيبدأوا ياخدوا المدينة، ولكن مانيال بيفضل مستخبي لحد ما بيمشوا علشان ما ياخدوش بالهم إنه موجود. بعد أسبوعين بنشوف إن المدينة بقت فاضية تماما، والمشكلة إن كل وسائل الاتصال ومانيال ما بيبقاش قادر يتواصل مع أخته، كل أخبارها اتقطعت. بعد كده بيقرر مانيال ينزل الشارع علشان يدور على أكل. في البداية بيلبس بدلة الغطس بتاعته عشان تحميه من عضات الزومبي، وبعد كده بيبدأ رحلته في البحث عن الأكل. بيفضل يلف على كل البيوت اللي في المدينة
المدينة لكن ما بيلاقيش حاجة لحد ما بيوصل لبيت ست عجوزة اسمها جابرييل ويلاقيها قاعدة لوحدها وبيتها فاضي برضه. فبيسألها مانيال ليه قاعدة لوحدها ومسافرتش مع أهلها، فبتقول له جابرييل إن ابنها سابها لوحدها لأنها مشلولة وكان صعب عليه جدا إن ياخدها معاه. ومانيال هنا بيحس بشفقة كبيرة ناحيتها وبيطمنها إنه هيفضل جنبها. بعدها بتقول له جابرييل على شوية بيوت حواليهم ممكن يلاقوا فيها أكل، وبالفعل مانيال بيلف على البيوت دي وبيلم الأكل والمؤن اللي فيها. وبعدها بيرجع لجابرييل تاني وبيقعدوا مع بعض ياكلوا. وبالليل مانيال قاعد يشرب لوحده، فجأة الراديو بيشتغل وبيسمع صوت شخص بيطلب من كل الناجين إنهم يروحوا لجزر الكناري لأن ده المكان الآمن ليهم وإن الفيروس لسه موصلش لهناك. ومانيال هنا بيحاول يتواصل مع جابرييل عن طريق اللاسلكي وبيقول لها تجهز نفسها علشان تروح معاه لجزر الكناري، لكن جابرييل بتقول إنها مشلولة وهتبقى عبء عليه، تطلب منه يروح لوحده. ومانيال بيرفض يسيبها لوحدها وبيصمم إنها تروح معاه. تاني يوم مانيال بيكون جاهز كل حاجته ورايح لجابرييل، لكن لما بيوصل عندها بيلاقيها ميتة. بيعرف إنها أذت نفسها عشان ما تضطرش تسافر وتبقى عبء عليه، وتبقى سايبه له جواب تشكره فيه على كل اللي عمله معاها. وطبعا مانيال بيحزن جدا وبيخرج من البيت وهو محبط. وفجأة بيلاقي زومبي هجمت عليه لكنه بيقدر يخلص عليها. بعد كده بيرجع بيته ويفضل يشرب ويقعد يفكر هيعمل ايه لحد ما بيقرر انه يهرب عن طريق البحر. وبياخد اوضته والموتوسيكل بتاعه وبيتحرك ناحية المينا. في الطريق بقى بيتفاجئ بعدد كبير جدا من الزومبي، فبيسرع بالموتوسيكل على اقصى سرعة وبيقدر يهرب منهم. ولما بيوصل للمينا بيقفل عليه الباب كويس علشان الزومبي ما يقدروش يقربوا منه. بعد كده بيدخل مركبته وبيحاول يشغلها لكنه بيكتشف انها عطلت، فبيقرر انه يركب قارب النجاة ويتحرك بيه. لكن في الليل القارب بيعطل بيه نص البحر، وبالصدفة بيشوف سفينة جاية ناحيته، فبيفضل يشاور لهم لحد ما بيقفوا له وياخدوه على سفينتهم. بيجيبوا له اكل، وبعد كده اصحاب السفينه بيروحوا يقعدوا مع مانيال. بيكتشف ان في واحد منهم اسمه فيكتور بيعرف يتكلم اسباني، فبيترجم لهم كلام مانيال. لكن الحظ مش في صالح مانيال لان قبطان السفينه واللي معاه بيتعاملوا معاه ببرود. لكن مانيال ما بيحطش الموضوع في دماغه لانه محتاج لهم. بالليل بقى وهو نايم بيصحى فجاه على صوت دوشه، ويبص من الشباك وبيلاقي مجموعة من الناجيين وصلوا للسفينة على قارب نجاة. تاني يوم بيقعد مع مانيال مع طاقم السفينة وبيطلبوا منه إنه يقول لهم على أماكن مصانع الأسمنت اللي في المدينة. مانيال بيتفاجئ من الطلب ده ومبيكونش فاهم ليه محتاجين الأسمنت، لكنه بيضطر يقول لهم على أماكن مصانع الأسمنت. بعد كده مانيال بيستغرب إنه مش شايف الناس اللي وصلوا على قارب النجاة امبارح. بيبص حواليه وبيسأل فيكتور عنهم، لكن فيكتور بيتوتر من سؤاله وبيقول له مفيش حد وصل امبارح. لكن مانيال بيكون متأكد إن فيكتور بيكذب عليه، فبيسأله تاني عنهم. فيكتور بيطلب منه ما يفتحش الموضوع لو عاوز يعيش. هنا مانيال بيتأكد إن في حاجة غلط بتحصل على السفينة دي. بالليل بقى مانيال بيجهز نفسه علشان يهرب، لكن فجأة بيلاقي أسرى مربوطين تحت السفينة وبيكونوا نفس الناس اللي وصلوا امبارح على قارب النجاة. بسرعة بيروح مانيال يفكهم، لكن في اللحظة دي واحد من طاقم السفينة بيخلص على واحد من الأسرى. بيحاول يخلص على مانيال، لكن فيكتور بيدخل في الوقت المناسب وبيضرب فيه لحد ما بيموت. بعدها فيكتور بيقرر يهرب مع مانيال وبياخدوا قارب النجاة وبيهربوا مع بعض. لكن أثناء هروبهم طاقم السفينة بيشوفهم وبيبدأوا يضربوا نار عليهم ويقدروا يسيبوا فيكتور في كتفه. ومانيال بيحاول يهرب بأقصى سرعة بعيد عن السفينة. وبعد فترة بيوصلوا للشاطئ. بعد ما وصلوا مانيال بيركب عربية مع فيكتور بيتحركوا ناحية أقرب مستشفى علشان يعالجوا إصابة فيكتور. مانيال كان عارف إن في هليكوبتر موجودة في المستشفى وكان ناوي ياخدها ويسافر بيها لجزر الكناري. وفي الطريق فيكتور بيعترف لمانيال إن القبطان وعصابته بيجمعوا أكبر عدد من الأسرى علشان يبنوا لهم ملجأ يحميهم من الزومبي. كل واحد بيعرض الفكرة دي بيقتلوه على الفور، وبيكونوا بيدوروا على الأسمنت عشان يستخدموه في بناء الملجأ. مانيال هنا بيتصدم من الكلام ده وبيقول له إن الراجل ده لازم يتحاسب على أفعاله. بعد شوية بيوصلوا قدام المستشفى، لكنهم بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الزومبي قدامهم. مانيال بيوقف العربية وبيبدأ يقاتل الزومبي، وبعد كده بياخد فيكتور ويدخل بسرعة للمستشفى. بيسيب فيكتور في غرفة لوحده لحد ما بيروح يدور على الأدوات اللي هيشيل بيها رصاص من جسمه. وأثناء كده بيحس مانيال بوجود ناس في المستشفى، بيمشي ورا مصدر الصوت، فبيتكلم معاهم بصوت عالي وبيقول لهم إن عندي شخص مصاب وعايز مساعدتكم. في اللحظة دي بتخرج له ممرضة ودكتورة ومعاهم 3 أطفال. بعد ما مات أهاليهم الدكتورة بتاخد فيكتور العملية علشان تشيل الرصاصة. في الليل مانيال بيقعد مع الممرضة والدكتورة وبيسأل عن الأطفال. الدكتورة بتقوله إن الأطفال دول أهاليهم ماتوا في المستشفى وملهمش حد يعتني بيهم. في اليوم اللي بعده مانيال بيقدر يعرف مكان الهليكوبتر، لكن المشكلة إن الزومبي منتشرين حوالين المكان ومانيال مش عارف يقدر يوصل للهليكوبتر إزاي. في اللحظة دي موبايله بيلقط شبكة وبيلاقي إن أخته بعتت له رسائل كتير من وقت بداية الكارثة، وبيبقى منهار من العياط وهو بيشوف الرسائل. بعد كده بيبعت رسالة لأخته يطمنها فيها على نفسه، يقول لها إن هو هيجي قريب. مرة واحدة بيبدأ يسمع صوت ضرب نار، فبيهبط على السلالم وبيفكر إن القبطان وعصابته وصلوا للمستشفى. ومانيال بيترعب في اللحظة اللي بيشوفهم فيها. بيقرر بسرعة ياخد الناس اللي معاه علشان يهربوا في الهليكوبتر. وأثناء هروبهم بيظهر قدامهم مجموعة من الزومبي وبيعضوا الدكتورة، وهي عارفة إنها هتتحول لزومبي بعد لحظات، فبتطلب منهم يمشوا
ويسيبوها وبتوصيهم بالعناية بالأطفال اللي معاهم، وكلهم هنا بيودعوا الدكتورة للمرة الأخيرة وبعدين بيكملوا طريقهم. في النهاية بيلاقوا بوابة الخروج قدامهم، لكن المكان كله محاصر بالزومبي، وأي حركة بسيطة هتخلي الزومبي يسمعوهم ويهجموا عليهم. ومانيال بيفضل يراقب الزومبي وبيشير للناس علشان يعدوا من البوابة بأمان. في اللحظة دي الزومبي بيحسوا بحركة صغيرة ويبدأوا يهجموا عليهم، فمانيال بياخد الطفلة معاه ويهربوا في غرفة معزولة. في نفس اللحظة العصابة الأوكرانية بتوصل وبيبدأوا يقتلوا الزومبي من غير ما يعرفوا إن مانيال موجود في المكان. بعد ما بيطمن على الطفلة مانيال بيخرج من الغرفة وبيلاقي باقي المجموعة، ويبص من الشباك بيشوف الهليكوبتر قدامه، لكن المشكلة إن الزومبي محاصرين الهليكوبتر. مانيال بيجيله فكرة وبياخد كل الاستنداد الحديد من المستشفى وبيستخدمها علشان يتحركوا وسط الزومبي بدون ما يلاحظوهم، وبعد شوية بيقدروا يوصلوا للهليكوبتر، لكن الزومبي بيهجموا عليهم مرة تانية ومانيال بينزل من الطيارة علشان يقتله. وفيكتور بيقدر يشغل الهليكوبتر في اللحظة الأخيرة، لكن العصابة بتوصل عشان تسرقها. مانيال بيفتح البوابة الحديدية وبيخلي الزومبي يهجموا على العصابة. في نفس اللحظة فيكتور بيشغل الطيارة، مانيال بيتسلق الحبل علشان يطلع عليها، وبعد وصوله من الهليكوبتر مانيال بيشعر بالسعادة، لكن في نفس الوقت بيجيله اتصال من أخته وبتقول إن الزومبي هجموا على جزر الكناري والوضع بقى خطير جدا، ومانيال بيصاب بالصدمة وهو مش عارف يروح فين. وبيخلص فيلمنا على كده. متنساش لو الفيلم عجبك تدعمنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفك في فيلم جديد. سلام.